راجل بيشتغل عامل نظافه في مطعم. عامل النظافه ده جه قبل الويك اند بتاعتهم او قبل الاجازه اللي هي بتكون مثلا، هنقول ان هي جمعه وسبت مثلا. دخل عشان ينظف تلاجة المطعم. اللي حصل ايه؟ لما دخل جوه التلاجة اتقفلت عليه. طبعا الراجل اول حاجه جت في دماغه ان هو يقعد يخبط يرزع، لقى ان هو اصلا اخر واحد موجود في المطعم، مفيش حد، خلاص الناس كلها مشيت، كل الشيفات والناس المهتمين بالمطبخ يعني مشيوا، فخلاص هو كده مين الموجود؟ مفيش اي حد غيره. المهم ان الراجل ده قال دلوقتي ابسط حاجه هتحصل لي ان انا هقعد جوه الثلاجه بتاعه المطعم ديت يومين. مين انسان يقدر يستحمل الكلام ده؟ طبعا هو مفيش. المهم ان اللي حصل، الراجل ده حس بالبرد، سقع جدا، بقى مش قادر يستحمل، وابتدى يتلج. لقى ورقه وقلم جوه اللي بيعملوا بيها حصر للحاجات الموجوده او جرد للحاجات الموجوده جوه التلاجة يعني. راح كاتب لتر كده مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها انا بتجمد، انا بموت. وكتب اللي حصل معاه ان هو دخل التلاجة ومن غير قصده اتقفلت عليه. تاني يوم او بعد الويك اند يعني اللي هو اليومين بتوعهم، جم زمايله بيفتحوا التلاجة، اتفاجئوا بيه مرمي جوه وميت، ولقوا جنبه الحاجة اللي كانت مكتوبة ديت، مكتوب فيها انا مت من البرد او هموت من البرد او بتجمد. استغربوا جدا من الرسالة. هو ليه مات متجمد؟ هو ليه حس ببرد؟ على حسب وصفه مفيش اي برد اصلا، التلاجة كانت مفصولة. ده بالظبط اللي احنا بنعمله من خلال ان احنا نقعد نتكلم كلام بتاع انا مكتئب جدا، انا محطم، انا مكسور، انا فاقد الشغف. وكانها بقت موضه ان انا اقول ان انا فاقد الشغف. هو فقدان الشغف ده لو عندك ليه اوبشن اعمله، ان فكره ان انت عمال بتقول انا فاقد الشغف فاقد الشغف فاقد الشغف ليك واللي حواليك، كأن انت لو فقدت الشغف حد هيجي يعيش لك عيشتك، مثلا حد هيجي يمشي لك حياتك. فان كان عندك اوبشن ان حد يمشي لك حياتك، اوكي افقد الشغف براحتك، ما عندكش اي مانع لده. لكن فكره انك كل شويه بتقول انك فاقد الشغف، ان انت كئيب، انا مكتئب، انا حزين، انا بنهار، انا الكلام اللي بيتقال في العادي ده بالظبط هو ده الايحاء اللي خلى الراجل مات من البرد متجمد جوه التلاجة. ده اللي حصل معاه. على حسب تفكيره هو حس ان هو في ثلاجه، اذا اللي هيحصل ايه؟ ان انا هتجمد. اتجمد، مات. ممكن يكون اصلا كانت الثلاجه حر اساسا، وممكن تكون درجه حرارتها الواحد يتمنى يعيش فيها، اللي هو العادي الكول الطبيعي ده، بس هو الراجل حس ان ده هيجمده، او هو تخيل على حسب ايحائه وعلى حسب الحاجات اللي وصلها لمخه ان هو هيموت، فمات بالفعل. في ناس كبيره بتقول مثل، بتقول من جاور السعيد يسعد. يعني ايه من جاور السعيد يسعد؟ يعني انا دلوقتي لو صحابي اللي حواليا دول ناس سعداء، ناس يعني بوزيتيف كده ومبسوطين طول الوقت، او مش ضروري طول الوقت، هو مفيش حد بيبقى مبسوط طول الوقت، بس هو في النهايه حتى لو زعل مش هقول انا كئيب، انا مكتئب جدا، انا دخلت في اكتئاب وطلعت منه ونجوت من الاكتئاب، والكلام اللي بيتم الترويج ليه ده. وكأن الاكتئاب حاجه كويسه ان احنا بنتباهى بيها على بعض او بنعلي بيها على بعض. فكتر الكلام ده مخلي الواحد طول الوقت حاسس بان هو تعبان. لكن من جور السعيد يسعد بقى، اللي هو اللي حواليه يلا عاش، هنعمل، هنجيب، هنودي، الحاجات دي كلها بتخليه ان هو يبقى في حاله نفسيه احسن. في بعض الدكاتره تروح تقول له انا تعبان جدا، انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، بعد ما يكشف لك يلاقيك مفيش اي حاجه. اعمل التحاليل دي، اعمل الاشعاعات دي، ويعمل التحاليل والاشعاعات، والتحاليل تطلع 100% سليمه والاشعاعات 100% سليمه وانت زي الفل، انت زي الحصان. فالدكتور يقول لك ايه؟ يفهم من هنا بقى ان انت عندك ايحاء معين. احيانا الدكتور يقول لك ان لا على فكره انت كويس وزي الفل ومفيش اي حاجه يعني تخليك تعبان، وممكن دكتور تاني يقول لك يعني يقول لك لا انت فعلا تعبان، انا عندي ليك يعني دواء رهيب، يدي لك الدواء ده، يبقى فيتامين اصلا عادي جدا ما فيهوش اي حاجه يعني هتخليك حصان، وتاخده يومين 3 وتقول له يا دكتور انا حاسس ان انا بتحسن. هو بيعالجك بالايحاء من النهايه. فعلى حسب تفكيرك انت بتشوف الحياه، او على حسب تفكيرك انت هتعيش. في انسان ممكن تفكيره يعيشه ملك في عز ما هو ممكن يكون فقير جدا، وفي انسان تاني تفكيره ممكن يعيشه الفقر والتعب والحرمان والاكتئاب وكل حاجه، في حين ما حياته ممكن تكون احسن من حياه ناس كتير قوي.